مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل انطلاق الدوري الممتاز، كما أثنى على حسام حسن الذي يعلق عليه آمالا كبيرة. وإلى أخبارنا الدولية، سجل النجم البرازيلي جونيور دوترا المحترف في صفوف نادي لوكرن سجل هدفا رائعا في الدوري البلجيكي، وجاء الهدف من خلفية مزدوجة داخل منطقة الجزاء أطلقها ديترو لتسكن الشباك وتصبح أجمل أهداف الدوري البلجيكي للمحترفين حتى الآن، وذلك خلال مباراة فريقه أمام زولت واريغيم البلجيكي. عقد جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن العضة الشهيرة التي نالها من لويس سواريز نجم منتخب الأوروغواي، وهي الحادثة الأشهر في المونديال والتي عوقب على أثرها المهاجم الأوروغواني بالإيقاف من المنافسات المحلية ل4 أشهر والإيقاف ل9 أشهر دوليا. وطالب كيليني الفيفا بتخفيف العقوبة الموقعة على سواريز واصفا إياها بالقاسية، مشيرا إلى أنه قبل اعتذار اللاعب له على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. وإلى اللعبة البيضاء، حيث توج الكندي ميلوس راونيتش بلقب بطولة سيتي المفتوحة للتنس في العاصمة الأمريكية واشنطن على